السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى والساعة الحلوة دي هنعمل شوية عدس كده محترمين. معايا ربع كيلو عدس أصفر، ومعايا طماطمتين، ومعايا بصلتين، ومعايا جزرتين، ومعايا بطاطستين، واتنين مرقة دجاج كده، وغسلتهم كويس جدا، ورحت جاية حطالهم مية على النار وحطيتهم يتسلقوا، ومعاهم كمان فصين توم، بطاطستين وجزرتين وطماطمتين وبصلتين وجزرتين وفصين توم. سلقتهم زي ما انتم شايفين كده، ورحت جايه مصفياهم. بصوا صفينا طلعنا ايه ده كله، ده كان هيبقى في العدس. صفيته وحطيته على النار، ومسكت بصلايه حلوه معايا كبيره كده، وحطيت لها معلقتين زيت وتوميه كده، خرطت فص توم كده وحمرتهم تحميره حلوه، ورحت ماسكاهم مصفياهم كده. خدت منهم الزيت تاني علشان احمر فيه الشعريه بتاعتي. طشيت العدس بتاعي زي ما انتم شايفين كده. البصله تكون محمره شويه كده ايه في العدس عشان تبقى حلو معاكي. بقى لو حابه ان انت تحطي لسان العصفور مفيش مشكله، حابه تحطي شعريه مفيش مشكله. معايا هنا بقى واحده مرقه، شويه كمون، شويه كمون كويسين، وشويه ملح وشويه بابريكا. كمون وبابريكا وملح ومرقه، مش اكتر من كده. هحمر الشعريه بتاعتي دلوقتي وهنزل بيها كده. العدس بتاعي خلص. هدق بقى انا من عندي فص توم حلو بكمون بشطه، شويه شطه حلوين كده، وهروح نازله بيهم، هيخلوا العدس يروح في مكان تاني خالص. يغلي العدس معايا كده زي ما انتم شايفين. بصوا لونه حلو ازاي، والبصله فيه جميله ازاي. هيغلي على النار زي ما انتم شايفين كده بالمكرونه او بلسان العصفور اللي انت حمرتيها، وتشوفيها استوت كده تمام كده، يبقى خلاص العدس بتاعي خلص تمام. تشوفوا البصله حلوه فيه ازاي. حته سمنه فلاحي بقى على الوش، وحبه كمون كده، تاكلي احلى عدس. ولو عايزه تعمليه شوربه عدس من غير المكرونه خالص.